من احمد عبد القادر، من طاهر محمد طاهر، عشان اللعيبه دي لما تيجي هم اللي يشيلوا الفرقه. انما انت قاعد حسين الشحات افضل من الاثنين، طاهر محمد طاهر افضل من زيزو، واخد بالك؟ اسمه بن شرقي افضل من تريزيجيه في الحته دي. ليه؟ تريزيجيه لو ما جابش جون ملوش اي بصمه. انا بكلمك ككوره بقى، واخد بالك؟ تريزيجيه في كل الماتشات اللي هو هداف الدوري لو ما جابش جون بتحس بيه؟ بتحس بخطورته؟ ازاي؟ ما هو عامل كام اسيست فين؟ هو ده بيلعب لنفسه، ده هو الوحيد لا ماشي، هو ماشي، واخد بس بالك؟ في النهايه هنا الاداره هنا يعني لولا تريزيجيه في بعض الماتشات الاهلي ما كانش كسب. ماشي، ما اختلفتش معاك، بس انا بقول لك لو ما جابش جون، يعني انت الماتش اللي فات ماشي هو بيعمل دور زياده على دوره يا كابتن. لا هو يعني دوره هو مركز ان هو يجيب. بص، في الماتش اللي فات هو كان كابتن مجدي بيقول لك في ال 18 بيشوط، المفروض يلاعب الناس صح. في وقت انا اعملها لما بكون مواجه للجون ماشي، ما حدش هيقول لي، بس لما الدنيا تتقفل عليا اعمل للراجل اللي جاي. تمام، انت واخد بالك؟ فهنا الاداره رقم واحد. تمام. انا ما شايلش المدرب، انت عارف ليه؟ لان لو جبت جوارديولا باللعيبه اللي هي بتتفرض عليه سواء في الصفقات او ده يلعب، هو بالمستوى ده زيزو يقعد احتياطي؟ زيزو ولا حسين الشحات؟ بما يرضي ربنا مين اللي يلعب؟ حسين الشحات. بس عشان كده العدل غايب، لان الراجل واخد تعليمات ان لازم دولت الصفقات العب باشرف بن شرقي حتى لو ناحيه اليمين. لو سمحت يا كابتن، انت لعبت في النادي الاهلي، في مدرب بياخد تعليمات في النادي الاهلي؟ طبعا دلوقتي بياخد، ايامنا لا. ماشي. لا اسمع الكلام، ما هو بدليل الصفقات. هو انت مش لسه هو انت مش لسه يا استاذ اسلام، انت مش لسه بتقول الراجل بيقول لك انا طالب 3 صفقات لقاهم 6. ايوه دي حاجه ثانيه. هو حطهم في الرده؟ لا مش حطهم في الرده، حطهم في الرده زادوا. لا بس بص دلوقتي، بص يا اسلام، السيستم دلوقتي مختلف. لا ما فيش حاجه اسمها سيستم عشان تعرف سؤال وتتاكد. انت لما جيت النادي الاهلي الكلام ده في جابك يا ابني ما جابش ايامنا مختلفه. بص. اي والله ايامنا مختلفه. يعني ايه مختلفه؟ والله دلوقتي هو نفس السيستم. طب هقول لك وانا لما جيت النادي الاهلي مدرب هقول لك على حاجه، هتروح بعيد ليه؟ انت بقالك يومين دلوقتي اللجان كلها شغاله على الكابتن محمود الخطيب، واخد بالك؟ من امبارح بس كلها. لا مش كلها. لا اسمع، مش كلها. من امبارح بس اشتغلت على وليد صلاح الدين، ودي لازم امانه اقولها. هو وليد صلاح الدين بينزل التشكيل؟ ما قولوا لي بقى، هو واخد مدير كوره بصلاحيات فنيه انه يقول للراجل لاعب فلان ولا ما تلعبش فلان؟ فمن امبارح الدنيا كلها قلب على وليد صلاح، اصل ما بيتكلمش، اصل ما بيحتجش، اصل مش عارف ايه، ومفروض يقول للمدرب. طب ما تديله الصلاحات الفنيه، والمصحف لو اديت صلاحات فنيه لوليد ومشيت الراجل ده والمصحف وقدرات اللعيبه اللي موجوده حتى كل في الدوري الممتاز. انت النهارده قلت حاجه كويسه، لو انا في اخطاء يبقى لازم العب ب3 عشان اسد الحته دي واسدها بشكل كويس، لان انا بهاجم ممكن العب ب3-4-3، لان انا عندي ناس ما بتقدمش الادوار الدفاعيه زي بن شرقي زي تريزيجيه زي زيزو. لكن انت برضو في المشكله مش في زيزو وتريزيجيه او بن شرقي وتريزيجيه بيقضوا الواجب وبيقضوه بشكل كويس جدا ومتالقين. لكن انت عندك المشكله في الحته اليمين اللي هو المفروض اللي يشارك فيها حسين الشحات، لكن الراجل عاوز يشارك اكبر عدد من اللعيبه اللي موجوده، عندهم مهارات عندهم حلول، لكن انت ما بتشوفهاش. لكن انت المشكله كمان يا اسلام في النادي الاهلي ان انت اي كوره بتروح عليك في ال18 بتبقى خطر، بتخش جول، ودي مشكله كبيره مش مباراه ولا مباراتين ولا 3. يعني انت لما تتفرج على دفاع النادي الاهلي، الشناوي السنه دي لاعب 22 مباراه داخل فيه 21 هدف، ودي مشكله كبيره. هتتكلم النهارده في نص الملعب، لا نص الملعب لا محتاج تظبيط شويه من مروان عطيه وديانج، لكن انت الراجل مصمم على بعض اللاعبين. هو مش الشناوي اللي لعب كل الماتشات؟ ماشي، ما هو لعب 22 مباراه. يعني مصطفى شوبير كان بيلعب. ما هو مصطفى شوبير كان انت بيلعب. بتتكلم بافريقيا. بافريقيا. لكن انا بكلمك بشكل عام، لا الدفاع النادي الاهلي لازم حد يتكلم. الشناوي بيتعرض لضغوط يا كابتن ابو الدهب؟ لا ما بيتعرضش لضغوط. ده راجل عنده خبرات ويقدر كابتن منتخب مصر وكابتن النادي الاهلي
ايه الضغوطات اللي انت بتتعرض ليها؟ انا راجل ليه كبير في السن وعنده خبرات، ايه الضغوطات اللي يقدر يتعرض فيها في الفتره اللي فاتت؟ لكن انت النهارده ما عندكش الانتقادات الكتير على مستوى اكيد عارف ليه؟ عشان مصطفى شوبير متالق ومن يستحق ان هو يشارك بصفه اساسيه سواء في افريقيا او في الدوري. لكن انت النهارده لما بتتكلم على دفاع النادي الاهلي لازم اللعيبه تفهم وحد يكلمها من الجهاز، احنا مالناش دعوه بقدام، جبنا جون ما جبناش جون، لازم ان احنا نبقى واقفين بشكل كويس جدا. هو ده اللي احنا شفناه. لكن انت بتلعب على طلائع الجيش كان بتلعب على المرتدات وكان عامله لك مشكله يا اسلام. كابتن رضا يعني في السن يا اسلام ومستواه فيه شويه تذبذب، لازم يتعرض لضغوط. لازم يتعرض لضغوط. كلنا مرينا بالظروف دي. كل اللي لعب وعدى السن اللي الناس كانت او السن اللي كان متعارف عليه في الوقت بتاعه، اول ماتش يخستع فيه يقول لك ده كبر، فبيتعوض بيتعرض للخطور دي. عربي قاعد صباح عربي حلس. ايوه قعد قرن وبرضه ما كانش بيتعرض. بيلعب ليه استنى وما كانش لا خالص. ازاي خالص؟ لا خالص. طالما كابتن صباح عربي ازاي طالما بينزل ويأدي ما هو ده اللي ما بقوله. كانش حد بيقدر يتكلم. ما هو ده اللي بقوله. اول ما يتعرض للتذبذب في المستوى هنا بقى في يبدأ موضوع يقول لك. الشناوي ده انا هختلف معاك. اللجان شالت ايديها من عنه لان في بدايه الموسم كان اللي وقف شوبير، مصطفى شوبير. اللجان كانت واقفه ضده عشان انت عارف ليه، فكانوا بيصطادوا له الكره بتاعت فاركو والاهلي مصطفى شوبير، وكان الاهلي كسبان 4. يعني الجون اللي دخل فيه ده ما كانش غلطه، يعني مش غلطه خسرت النادي الاهلي، ده الاهلي كسبان 4-1 ولا 4-2. واخد بالك الكره اللي في ماتشوكو في ماتش مودرن هو الراجل حطها لكريم فؤاد. انا مالي؟ ما هو المدرب طالب مني ان انا ابدا الكره من ورا زي كل العالم. لما تتقطع من كريم فؤاد انت بتشيلها لي ليه؟ هنا اللجان ده في ماتش مودرن. ايوه ما تفتكر ارجع بالذاكره ولا ايوه لا هو وجودي في المقصوره كان عامل فرق. ما بتشوفش لا ما بتشوفش لا فكان عامل ضغط على لعيبه الاهلي. الله ينور عليك. كل ما يتكلموا يقول لك اسلام قاعد في المقصوره، خلي بالك واخد بالك اللعيبه محترمه. لا انا بكلمك بمنتهى الامانه. فهم لان ده كان من ساعتها المفروض ان شوبير اللي كان ياخد وهو كان احق، بس اللجان اشتغلت عشان انتوا اذكى اتنين شفتوهم في حياتي. مين؟ انتوا الاثنين اذكى اتنين في حياتي. يا ابني احنا بنتكلم كلام كبير. احنا النهارده في ملحمه. طب استنى، الزمالك اتكلم على الزمالك وايه؟ انا مالي ومال الاهلي؟ ما الاهلي احنا اتكلمنا عليه وعاتبناه وقلنا لا انا هو ماتش الاهلي ولا ماتش الزمالك؟ لا انت عمال تغطي على ماتش الزمالك يا كابتن رضا. لا ازاي؟ انا معلش لا يا اسلام، لا انا النهارده جاي من الزمالك وانبي نشكر في ايه؟ نتكلم على لا كابتن ابو الدهب انا قلت شوبير من ثواني كابتن رضا بس بعد اذنك. بس الكلام اللي انا بقوله ده كلام كبير. كلام في ناس مش هتفهمه ان هو اتعمل عليكم بينا من ايه؟ كابتن رضا بس بعد اذنك. ما هي يا كابتن رضا بعد اذنك كابتن ابو الدهب. السياسه التحريريه ديت لرئيس التحرير وللاعلام. لا انا اسف انا ما بقولش حاجه اسلام بعد اذنك بس ثواني بس بعد اذنك كابتن ثواني بعد اذن حضرتك. احنا هنا لما بنطلع بنتكلم بشكل عام عن كل الانديه والصالح العام. انا بقول مش على انا برد على الكابتن رضا مش على الزمالك. لا ما تردش عليا. مش على بيراميدز. ايه ده؟ ليه ما ردش على مش على احنا عايزين نتكلم كابتن ابو الدهب. كابتن ابو الدهب مش الزمالك بس اللي عنده الاسطوره ناصر منسي، ومش كل الانديه بس اللي عندها اساطير، لكن احنا برضو في البريمو عندنا اسطوره التحليل رضا عبد العال، ونجم نجوم التمثيل كمان بظهوره النهارده المميز جدا في مسلسل فخر الدلتا. كابتن رضا منورنا ومشرفنا حبيبي وهارد لك النهارده يا عم. لا احنا بنقول وبندي لكل واحد حق. انبي يستحق المكسب، وخلي بالك كان هيبقى يوم طين. بلاش طين لا يوم اسود. يوم اسود لو كان انبي بيلعب في الاستاد كانت النتيجه هتبقى اكتر من كده فعلا. طبعا. وهنا شابوه للكابتن حمزه الجمل والجمعه مشهور، مدربين
بيعملوا في الظل، بس بص محفظين فرقتهم. يعني انت ارجع لماتش الاهلي، بص طلائع الجيش كان بيطلع قدام النادي الاهلي بالكوره ازاي من عند عماد السيد. ده الراجل محفظهم حاجه بيلعبوا عليها، اللي هي الطريقه اللي العالم كله بيلعب بيها.